مرحبا بكم العيالات. هاد الساعة مباركة مسعودة. حطوا داك السطل ودخلوا للسخون وخليو الصهد يخرج لكم غدايدكم. اليوم جيت نبرد لكم القلب بواحد التبرقيقة، ماشي اي تبرقيقة، هادي راه الزلزال اللي وقع في الحمام ديال لاله مينا. هاد القصة البطلة ديالها هي لاله فطومة، المرأة الرزينة الوقورة اللي كلشي كيحلف بالحياة ديالها. حتى لواحد النهار الزهرة الكسالة لقات واحد الخاتم في قاع البرمة، خاتم اللي غادي يقلب الحومة ويخرج شي فضايح. والله يا خوتي الا بقينا حالين فمنا حتى دخل فيه الدبان. كل نهار الثلاث، نهار العيالات، نهار التبرقيق العالمي، الحمام كان عامر والبخار طالع حتى للسما، والعيالات مفرقين، شي كيحك وشي كيدهن الغسول وشي غير حل ودنيه كيتسنى الفيزا ديال الخبر فين غتخرج. لاله فطومه كيف ديما جالسه في الركنه ديال الفي اي بي حدا السخون، لابسه ديك التكشيطه ديال الحمام، فوطه مغربيه اصيله وما كتهضر مع حد. ولكن هاد المره كانت كتشوف في الزهره الكساله بواحد الشوفه، بحال الا باغا تقول ليها شي حاجه مخبعاها. الزهره تبارك الله عليها رادار متحرك، كتحك ليك كتافك وكتجبد ليك الخبر من تحت لسانك بلا ما تحسي. كانت الزهره خدامه مع واحد العروسه جديده، بنت الحاج الطيبي، والعروسه مسكينانيه كتعاود على ليلة عرسها وعلى راجلها كمال اللي كيموت عليها. وفجأة الزهرة وقفت، هزات يدها من السطل ولقات شي حاجة كتبري في القاع، بقات كتغوت اويلي يا ويلي شنو هاد الشي. العيالات كلهم داروا، حتى اللي كانت دايره الصابون البلدي في عينيها حلاتهم بالسيف. الزهرة هزات واحد الخاتم ديال الذهب مرصع بالزمرد الاخضر، خاتم غالي بين فيه ديال الهمه والشان. هنا بدا الضحك، العيالات بداو كيتغمزوا، اويلي هادي شي وحده طاح ليها الخاتم ديال الخطوبه. لا لا، هادي شي وحده كانت كتحك من قلبها مسكينه حتى طال ليها الخاتم مع الوسخ. الضحك كان مالي البلاصه، حتى شافت لاله فطومه الخاتم وجهها ولا صفر، طاحت من يديها المحكه وبدات كترجف وقالت بصوت خافت: هاد الخاتم، هاد الخاتم ديال ساره العروسه ديالي اللي مات هادي 5 سنين. العيالات كلهم سكتوا. ساره العروسه اللي كان كل شي كيقول ماتت في حادثه سير في طريق افران، الخاتم اللي تدفن معاها على حساب الهضره ديال لاله فطومه ديك الساعه. كيفاش حتى وصل لقاع البرمه ديال الحمام، حمام لاله مينا، وفي هاد العام بالضبط. قبل ما نكمل لكم شنو دارت لاله فطومه خاصكم تعرفوا شكون هي هاد ساره. ساره كانت بنت يتيمه، دخلت لدار لاله فطومه بحال الجوهره. ولدها عزيز كان كيحماق عليها، ولكن لاله فطومه نتوما عارفين العجوزه المغربيه ملي كتغير على ولدها الوحيد. كانت لاله فطومه ديما كتقول في الجلسات: ساره مسكينه ما كتعرفش الطيب، ساره هي ولدها اللي كيشغلها. وفي الحقيقه كانت كتحفر ليها من التحت للتحت. المهم نرجعوا للحمام. الزهره الكساله شدت الخاتم وشافت في لاله فطومه وقالت لها جمله خلتني انا نيت ننسى السطل ديالي ونقرب نسمع. قالت لها: لاله فطومه، هاد الخاتم ماشي غير طاح، هذا راه كان مخبي في التقبه ديال السخون، والما هو اللي جرو للبرمه. هاد الخاتم راه كان معقود بواحد الخيط كحل. ايوا يا لاله، ملي الزهره الكساله جبدت داك الخيط الكحل اللي كان ملوي على الخاتم، الحمام ولا فيه الصمت ديال المقبره. لاله فطومه وجهها ولا بحال القبص، والعيالات اللي كانوا كيضحكوا كلشي سد فمه وحل ودنيه. الزهره بديك الشوفه اللي كتقب الحيوط قربات لعند لاله فطومه وقالت ليها: هاد الخيط ماشي خيط عادي يا لاله فطومه، هذا راه خيط من الكفن ومصوب ب7 ديال العقدات. هاد الخاتم ما طاح صدفه، هاد الخاتم كان مسحور باش اللي لبساتو ما تمت على بزواج ولا بولاد. هنا لاله فطومه بقات كتنهج، قالت ليها: اعطيني داك الشيء، هذاك راه ديالي وطاح ليا شحال هادي. ولكن الزهره ما بغاتش، قالت ليها: لا لا لا، هاد الشيء راه فيه الروح، وهذا الخاتم فيه السميه ديال ساره، واليوم خاص الحقيقه تخرج. دابا بلاتي نرجع بكم 5 سنين اللور باش تفهموا هاد لاله فطومه شنو كانت كدير. ساره كانت شابه كطير بالزين، تزوجت بعزيز ولد لاله فطومه. عزيز كان خدام مهندس، راجل درويش وعلى قد الحال. ولكن لاله فطومه كانت كتشوف ساره العدوه اللي غتسرق ليها ولدها. في الصباح كتقول لها: صباح الخير يا بنتي، وفي الليل ملي كيخرج عزيز كتولي بحال الغوله، كانت كدير ليها الدق والسكات. تخيلوا معايا كانت كتمشي لبيتها وتشرك ليها حوايجها اللي غاليين وتقول لها: ويلي يا بنتي، راه الفار اللي دلك هاد الشيء. كانت كدير ليها الملحه في القهوه، وملي عزيز كيذوقها كيقول لها: مال القهوه مالحه. لاله فطومه شنو كانت كتقول ليه؟ كدير راسها مسكينه، كتقول ليه: هو ولدي، ساره مسكينه راه عقلها ماشي مع الطياب، الله يحسن العوان. وساره كانت كتسكت وصابره،
حيت كانت كتبغي عزيز. واللي ما كانتش عارفاه هو بلي لاله فطومه كل ثلاث كانت كتجي لهاد الحمام النيت وكتدخل للبيت السخون في الوقت اللي كيكون خاوي وكدير شي حوايج تما. وباش تعرفوا بلي هاد لاله فطومه كانت سوسه ديال الحومه، بلاتي نعاود لكم شنو دارت لخديجه جارتها، غير باش تعرفوا العقليه ديالها. خديجه كانت باغا تجوج بنتها، ولاله فطومه مشات لعندها وقالت ليها انا نعاونك في الشوار. جابت ليها صينيه ديال النحاس هديه، ولكن ديك الصينيه كانت منحوسه. من نهار دخلت الصينيه لدار خديجه والبنت كيهربوا منها الخطاب، حتى لواحد النهار واحد الفقيه دخل لدارهم وقال لهم هاد الصينيه راه مرشوشه بما المقابر. ايوا شتو لاله فطومه شنو كانت كدير؟ هادي راه كانت ابليس لابس جلابه ودايره تسبيح في يدها. نرجعوا دابا للزهره ولاله فطومه، العيالات اللي بداو كيدوروا بيهم. لاله مينا مولات الحمام اللي هي صاحبه لاله فطومه الروح بالروح جات كتجري، خافت على السمعه ديال الحمام. قالت ليها الزهره عطينا داك الخاتم وسكتينا، راه العيالات غيخافوا وما يبقاوش يجيو لعندي. ولكن الزهره كانت عندها النفس، قالت ليها والله لا خديتوه. هاد البنت ساره ماتت مغدوره وكل شيء كان كيقول حادثه السير، ولكن انا ديك الليله ديال الحادث شفت لاله فطومه خارجه من الدار مع جوج ديال الصباح وهي هازه هاد السطل النيت اللي لقيت فيه الخاتم. لاله فطومه هنا طاحت الارض وبدات كتغوت وتقول ما قتلتهاش، انا غير بغيت نبرد ليها قلبها على ولدي، انا غير بغيت عزيز يكرهها ويرجع ليا. العيالات كلهم بداو كيقولوا يا لطيف يا لطيف. قتلت عروستها بالسحور. وفجاه لاله فطومه بدات كتعاود كل شيء بالديتاي، بحال الا شي قوه خلات لسانها تنطق. لاله فطومه كانت جالسه فوق الزليج السخون شاده في صدرها وكتهضر بلسان بحال الا مربوط. قالت للعيالات اللي دايرين بيها داك النهار ساره كانت غاديه عند والديها في افران، كانت فرحانه وجات كتبوس لي راسي وتودعني. انا كنت يلا رجعت من عند واحد الشوافه في السويهله، عطاتني واحد الصريره وقالت لي ديريها ليها في الصاك ولا في الطوموبيل، وباش تخدم ليك خاصك ضروري اثر منها. العيالات بقاو حالين فمهم. لاله فطومه كملات انا ما لقيت ما ناخد، حيت كانت ديما لابسه وحاضيه راسها. لقيت الخاتم ديالها اللي عزيز عليها محطوط فوق لافابو، هزيته وخبيته. وفي ديك الليله اللي كانت غاده فيها تسللت للطوموبيل ديالها ودرت ديك الصغيره تحت الكرسي ديال الشيفور. كنت كنظن بلي غتوقع غير شي مشكله بسيطه ولا غتخاف وترجع لعندي. ما كنتش عارفه بلي ديك الصغيره كانت مرشوشه بدم الفعه وبحاجه اخرى ما كتقالش باللسان. ولكن الصدمه الكبيره خوتي هي شكون اللي عطى لاله فطومه الساروت ديال الطوموبيل باش تدخل ليها في نص الليل. هنا لاله فطومه شافت في واحد المراه كانت جالسه بعيد في الركنه مغطيه وجهها بفوطه وكترجف. قالت ليها هضري هضري يا السعديه، قولي ليهم بلي حتى انتي كنتي شريكه معايا. السعديه هي بنت خالة ساره الروح بالروح اللي كانت كتاكل معاها في طبسيل واحد وكتلبس حوايجها. السعديه كانت حاقده على ساره حيت عزيز ولد لاله فطومه كان عاجبها هي الاولى، وساره خطفته ليها على حساب هضرتها. تخيلوا الغدر فين كيوصل، الدم كيخون الدم على قبل بركابي. السعديه هذه راه قصه بوحدها. كانت كتمشي مع ساره للحمام وكتدهن ليها ظهرها وتقول ليها تبارك الله على زينك يا اختي، الله يحجبك، وهي في قلبها كانت كتمنى ليها الغرق. واحد المره السعديه مشات عند واحد الفقيه وقالت ليه بغيت نولي نبان انا زوينه في عينين عزيز وساره تولي بحال الخنزيره. الفقيه عطاها واحد العشوب وقال ليها دهنيهم ليها في الغسول. نهار ساره دارت داك الغسول في الحمام لحمها كله ولا فيه الحبوب الحمراء وبقات سيمانه وهي مخبيه في الدار. لاله فطومه ديك الساعه كانت كتقول لعزيز شفتي مرتك راه فيها الجربه، بعد منها لا تعاديك. شفتوا المكر والكيد ديال العيالات. السعديه كانت هي العين اللي كتشوف بها لاله فطومه كاع التحركات ديال ساره. نرجعوا لليله اللي وقع فيها الحادث. ساره كانت شاده الطريق والظلام والشتاء. لاله فطومه قالت لينا باللي من ورا ما درت الصريره في الطوموبيل رجعت للدار وبدات كتحس بالندم، ولكن اللي فات فات. ساره وهي غاديه بدات كتسمع اصوات غريبه وسط الطوموبيل وبحال الا شي حد جالس وراها، بدات كترعد. وفجاه الفران ما بغاش يخدم ليها. هذا الشيء اللي قالوا البوليس على حساب ديك الساعه، ولكن الحقيقه اللي قالت الزهره الكساله اليوم هي ان داك الخاتم كان هو القفل. لاله فطومه باش تاكد الخدمه كانت رابطه الخاتم بواحد الخيط ودايره فيه تصوير ساره وحطاه وسط البرمه ديال الحمام اللي ديما سخون باش ساره مسكينه يبقى قلبها ديما محروق وعقلها ديما طاير. العيالات اللي في الحمام بقاو كيغوتوا على السعديه وعلى لاله فطومه، والزهره الكساله ناضت وهزات السطل ديالها وقالت بصوت عالي ولكن بلاتي الا كانت ساره ماتت في الحادثه ولاله فطومه دفنتها، علاش الخاتم رجع لهنا؟ الخاتم خاصو يكون في يد ساره تحت التراب. هنا لاله فطومه بقات كتضحك بواحد الطريقه هستيريه.
ضحكة خلت اللحم ديالنا كله يتشوك. قالت لينا حيت سارة ما ماتش في ديك القصيدة، سارة غبرات. والنهار اللي مشيت فيه للمقبرة باش ندفن الجثة اللي قالوا البوليس بلي راها سارة حيت كانت محروقة وما بيناش الملامح ديالها، لقيت الخاتم محطوط فوق القبر ديالها في الليل، ومن تما عرفت بلي سارة باقا عايشة وبلي هي اللي كترد ليا الصرف. ايوا يا العيالات، في ديك اللحظة اللي لاله فطومة كانت كتضحك الضحكة ديال الحماق وكتقول بلي سارة باقا عايشة، الباب الدخلاني ديال الحمام اللي كيدوز للبراني تفتح بالجهد وكل شي سكت. الدخان كان مجهد، ولكن واحد الخيال بدا كيبان من بعيد، خيال ديال مرة لابسة جلابة كحلة ومغطية وجهها باللتام. العيالات بداو كيتقربوا من بعضياتهم، والزهرة الكسالة هزات الكاس ديال النحاس باش تدافع على راسها. لاله فطومة وجهها جمد وعينيها خرجوا. داك الخيال وقف حدا البرمة الكبيرة وهز يديه ليد بيضة رقيقة، وفي صباعها كان واحد الأثر ديال خاتم كان تما سنين. هذيك المرة حيدات اللتام، والصدمة كانت أكبر من الصدمة ديال الخاتم. كانت هي سارة، ولكن ماشي سارة اللي كنعرفو، سارة اللي وجهها فيه أثر ديال حروق خفيفة ولكن عينيها فيهم واحد القوة كتخلع. سارة شافت في لاله فطومة وقالت ليها بصوت هادئ كيخلع: نوضي يا لاله فطومة، نوضي، حيت البرمة اللي كنتي كتحرقي فيها صورتي 5 سنين هادي اليوم هي اللي غادي تفرقع عليك كل شيء. سارة عاودت لينا والعيالات كلهم كانوا جالسين في الأرض بحال التلاميذ باللي الليلة ديال الحادثة طنوبيل فعلا تقلبت بها، لكن واحد السيد كان دايز بكاميون اعتقها في آخر لحظة قبل ما تفرقع الطنوبيل. سارة ملي فاقت في السبيطار ولقات راسها ميتة في الوراق الرسمية حيت جثة واحدة أخرى كانت في الطنوبيل، قررات ما ترجعش، قررات تموت في نظر لاله فطومة باش تعيش هي بسلام. تخيلوا معايا العيالات، سارة كانت عايشة في مدينة أخرى، ولكن كانت كتجي مرة اللحومة مغطية. هي اللي كانت كتحط لاله فطومة الخاتم فوق القبر، هي اللي كانت كتمشي عند الشوافات اللي كتمشي عندهم لاله فطومة وتعطيهم الفلوس باش يقولوا ليها سارة راه تبعاك من القبر. سارة خلات لاله فطومة تعيش 5 سنين في جهنم ديال الندم والخوف. ونهار الثلاث سارة عرفات بلي لاله فطومة غتجي للحمام، دخلت قبل منها بالمساعدة ديال الزهرة الكسالة. إوا الزهرة الكسالة طلعت هي العميل المزدوج وحطات داك الخاتم في الثقبة ديال السخون، وهي عارفة بلي الماء غيجرو والكسالة غتجبدو قدام العيالات كاملين. أما السعدية بنت الخالة الغدارة غير شافت سارة واقفة بدمها ولحمها بدات كتغوت: والجنون والجنون، بدات كتجري وسط الحمام بالصابون البلدي وزلقات وطاحت على وجهها حدا السطل. سارة قربات لعندها وقالت ليها: السعدية، السم اللي كنتي كديري ليا في الغسول شربتيه انتي في حياتك دابا عيشي بفضايحك وسط هاد الحومة. السعدية من داك النهار ولا كل شي كيسميها السعدية المشعوذة، وما بقى حد باغي يتزوج بها ولا يدخلها لدارو، حتى الحمام لاله مينا منعتها تدخلو. دابا السؤال الكبير هو عزيز المهندس الدرويش، اشنو وقع ليه؟ سارة قالت لاله فطومة قدامنا كلنا: عزيز دابا راه عارف كل شي، انا ديجا صيفط ليه الفيديو ديالك لاله فطومة وانت كتهضري مع الشوافة. لاله فطومة ملي رجعت للدار لقات الباليزه ديالها محطوطه قدام الباب، وولدها عزيز اللي كانت كتقول ندير كل شي على قبلو ما قدرش يشوف ليها في وجهها. قال ليها جمله وحده: اللي يقتل الروح ما عنده مكان في داري. لاله فطومه دابا ساكنه في دار العجازه، وكل نهار كتقول للممرضات: جيبوا لي السطل، راه ساره كتسناني في الحمام. عقلها مسكينه طار مع الدخان ديالو. ايوا يا العيالات، شتو الدق والسكات فين كيوصل؟ هذه هي قصه ديال لاله فطومه وعروسها ساره، قصة بدات بخاتم فصل وسالت بعائلة مشتتة وعقل طار في الدخان. العبرة من هاد الشي كله: دير الخير تلقاه، ودير السحر يرجع عليك في أغلى ما عندك. قبل ما تنوضوا تلبسوا حوايجكم بغيت نسولكم: واش في نظركم سارة دارت مزيان ملي انتقمات بهاد الطريقة، ولا كان خاصها تسمح وتعيش حياتها بعيد؟ كتبوا لي في التعليقات وقولوا لي إنا حمام في المغرب بغيتوني نبرقك فيه المرة الجاية. وما تنسوش سدوا سطولكم عندكم وجمعوا حوايجكم وسركم في البير ولا في قاع البرمة. كانت معكم خبارك في الحمام، نتلاقاو في تبرقيقة جديدة.